بلدين ما بينهم حدود فاصله، وطياره لشخص مشهور قررت انها تعدي الدولتين دول، ومره واحده يشاء السميع العليم ان السحب تتجمع والرياح تتحرك والامطار تنزل. ومن شده المطر الطيار اللي على الطياره يكلم الشخصيه المشهوره اللي معاه وياخدوا قرار ان هم يهبطوا اضطراري لحين الامطار تبطل. وعايز اقول لكم من شده الامطار قرروا ان هم يغادروا الطياره ويدوروا على اقرب كوخ صخر يستخبوا جواه من شده المطر. وفعلا كان في كوخ قريب، لقوا فيه سيده بتصلي. الست دي كانت بتصلي وبتبكي بكاء شديد قوي، وانتظروها لغايه ما تخلص الصلاه عشان يطلبوا منها انها تقويهم داخل الكوخ. وبعد ما خلصت صلاه ووافقت انها تقويهم سالها الراجل وقال لها انت ليه بتبكي؟ قالت له زي ما انت شايف انا قاعده لوحدي هنا وما عنديش غير ابني اللي قاعد جوه، وعايز اقول لك مريض بالقلب ومحتاج عمليه في اقرب وقت، ولا املك سوى الدعوات، ما عنديش غير دعوات ادعيها لربنا سبحانه وتعالى. قال لها دعواتك حركت السماوات، دعواتك حركت الرياح، دعواتك جابتني ليكي وانا اشهر جراح قلب اطلب منك انك تقويه. اوعى تفكر ان الحاجه اللي انت شايفها صعبه ومستحيله ممكن تبقى صعبه طول الحياه. كل حاجه انت عايزها سهله وهينه عند ربنا، بس تبقى انت مصدق ده. ارمي توكلك على ربنا واللي نفسك فيه قول له يا رب، وفي طرفه عين يعمل لك كل اللي انت عايزه.